استقبل رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد بقصر قرطاج السيدين عبد المنعم بالعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ورضا قبوج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه. وتناول هذا اللقاء عددا من المحاور، من بينها على وجه الخصوص بوادر صابة القمح الصلب واللين على السواء، والتي تشير بأن الوضع سيكون أفضل بكثير بعد أن من الله علينا بالغيث النافع. كما تم التعرض أيضا خلال هذا الاجتماع إلى نسبة مخزون المياه بالسدود وتقدم أعمال إنجاز سدود جديدة، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعهد السدود بالصيانة، لأن بعضه غمرته الأتربة إما بصفة كاملة أو بشكل قلص بشكل كبير من قدرتها على تخزين المياه. وأوضح رئيس الجمهورية أن الوضع الذي تعيشه تونس اليوم هو نتيجة لعقود من انعدام التعهد والصيانة، إلى جانب الانحباس الحراري الذي لم تكن تونس سببا فيه، بل هي ضحية من ضحاياه. كما تم التعرض أيضا إلى المشاريع المتعلقة بتحلية مياه البحر التي جرف البعض منها على الانتهاء، كما هو شأن في الزارات وصفاقس، إلى جانب مشروعي المحطتين المماثلتين بالكل من المهدية وجرجيس. وتطرق الاجتماع أيضا إلى ملف الجمعيات المائية وضرورة إرساء نظام قانوني جديد يضع حدا لنظام ما زال قائما وأدى إلى أوضاع لا يمكن أن تستمر، إذ لا يمكن أن تشكو مناطق كثيرة من قطع مستمر للمياه نتيجة لسلوك غير مسؤول لشخص أو لعدد قليل من الأشخاص. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن ينطلق الديوان الوطني للآلاف في عمله حتى يضع حدا للاحتكار الذي عانى منه الفلاحون ومربو الماشية والدواجن لمدة سنوات، وأثر سلبا على إنتاج الحليب وتسبب في تقلص ثرواتنا الحيوانية وارتفاع الأسعار، وهو ما نلاحظه في هذه الفترة من ارتفاع كبير لأضاحي العيد. وأكد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على ضرورة أن يوضع دائما في الاعتبار الأشخاص محدودي الدخل والعائلات المعوزة، كما يجب على الدولة أن تتدخل في تعديل أسعار الأضاحي في العديد من نقاط البيع. كما تعرض كذلك رئيس الجمهورية إلى الفلاحة في الصحراء التونسية والعمل سريعا حتى تكون بدورها مناطق خضراء، بعد أن أثبتت التجربة في رجيم معتوق أن المناطق الصحراوية يمكن أن تتحول إلى أرض تنتج لا فقط التمور والزيتون بل كل أنواع الخضروات والثمار.